مساء الفل يا جماعه، عاملين يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بحلقه جديده وكلام جمهور عن ماتش برشلونه وماتش باريس سان جيرمان، الماتش اللي ما ينفعش يتعمل له ريد. اتكلمنا امبارح عن ماتش الاهلي والزمالك اللي خلص 2-1 للنادي الاهلي، والنهارده هنتكلم عن ماتش عارفين بقالنا كتير ما بنتكلمش على كلام جمهور، ولكن زي ما بقول لك كنا ان احنا بننزلها ريل. وفي دلوقتي في البودكاست عدد صحاب اللي بينزل كل يوم سبت الساعه 4، وبعد البودكاست ده هيبدا ينزل حلقات تحدي، والحلقات بتاعتنا عادي شغاله طبيعي زي ما هي. اوقات بنعمل كلام جمهور، اوقات ما بنعملش بننزله كاريل، وفي الفانس كمان بتنزل كاريل. تعال نبدا النهارده مع ماتش اشرف قناه الكوره في شوال، ويلا بينا نبدا على الماتش على طول. ومن اول الماتش كده ومن اول كوره حلوه تتعمل في الماتش، والماتش كان كله ممتع بصراحه. ماتش برشلونه عمل ماتش هايل جدا، ولكن خبرات باريس سان جيرمان وفرقه مخضرمه جدا ما عندهاش لعيبه، ولكن هي عارفه تستف امورها. ما عندهاش لعيبه وما عندهاش كل حاجه، ولكن عندها شبه لعيبه قدرت تكسب نادي برشلونه اللي لسه، ومعلش مع احترامي هو حلو جدا لنادي برشلونه اللي هي عملته في الماتش ده. كان طبيعي ان هي المفروض تكسب، ولكن برضه برشلونه غايبه منها. عارف ان غيابات برشلونه ما تجيش 1/10 على غيابات باريس سان جيرمان، ولكن باريس سان جيرمان هو فريق مكتمل، فريق بيلعب كرة حلوه، فريق عنده لعيبه، عنده دكه، عنده كل حاجه. اللي على عكس نادي برشلونه اللي هو يعني بيلعب، هو مستف اموره بالسنتوفه. يعني هو يا دوبك مستف اموره ان رافينيا يلعب ولامان يلعب، وجايب راشفورد معاهم اللي هو يقعد دكه بس عشان لو حد اتصاب زي ماتش النهارده. تتكلم مين الاجنحه اللي موجوده عندك على الدكه؟ مش هتلاقي عندك برداجي بره، اللي يعني لا، مش ده اللي ينزل اللي عامل ماتش باريس سان جيرمان وانا خسران او انا متعادل وعايز اكسب. مش هطلع واحد زي رافينيا زي سوري يامال او زي راشفورد اللي كان عامل ماتش هايل جدا على فكره راشفورد النهارده. فالنهارده من اول لمحه في الماتش بس يمين يامال يقول لي لعيبه باريس سان جيرمان انتوا ولا تقولوا لي ديمبلي ولا مش عارف مين، تعالوا بقى اسففكوا التراب كده في اول دقيقتين 3، ويعمل لهم واحده برويتا في نص الملعب ويكلفت 3-4 لعيبه في كوره واحده، علشان الناس كلها تبدا تقول يا ليله يا ليله يمين يامال النهارده هياكلهم الطين. ولكن تقريبا يمين يامال ما ظهرش قوي بعد الكوره دي، او يعني ما ظهرش باللي هي اللقطات اللي عارفينها. يعني يمين يامال كان بيظهر، ولكن كان عن طريق المباصيه، ولكن ان هو يعمل لمحه او يعمل كوره من كرات رافينيا، كوره ما اعرفش ليه جاي معايا رافينيا من كوره يمين يامال، لا ما شفناهوش قوي النهارده. شوط تاني حتى كان غايب عنه جدا يمين يامال. فدي اول كوره كده بسم الله الرحمن الرحيم في الماتش. ولك ان تتخيل ان اول كوره خطيره لباريس سان جيرمان واول كوره خطيره في الماتش اصلا، هو ماتش كان ممتع ولكن اول كره خطيره على المرمى اللي هو طول ايوه كانت هتيجي جول في الدقيقه 12. انت قاعد بتتفرج على 12 دقيقه باصات وكميه متعه غير طبيعيه. لو انت ولا بتشجع الفريق ده ولا بتشجع الفريق ده، انت قاعد تتفرج على كميه لعب كوره في الماتش النهارده. فرقتين تاكتكس وكوره رجع للجول ونبدا من اول تاني، نبدا عادي ما عندناش مشكله، نبقى في نص ملعبنا تلاقيهم بيرجعوا الكره للجول يلا وهنبني تاني. هكذا باريس سان جيرمان الكره معاهم وفي خط نص عادي جدا يرجعوها للجول ويلا نبدا تاني ان احنا نصنع لعب وكل الكلام ده. اللي لا، انت دي ما بتلاقيهاش اساسا في فرق بتحمد ربنا ان هي وصلت لنص الملعب. ثم في الدقيقه 14 تبقى اول كره خطيره لنادي برشلونه. هي مش اول كره خطيره، ده كانت هتبقى اول كره جول، لان سبارني شال حته دين كوره. كل جماهير باريس سان جيرمان قالت لك خلاص جول، وجماهير برشلونه احتفلت، ولكن سبارني كان عنده راي تاني تماما اللي لحق كوره. والنهارده برضه على فكره هو عامل ماتش هايل جدا جدا جدا. بتشوف بقى قيمه السكواد ديبس اللي هم عاملينه نادي باريس سان جيرمان، اللي قلنا ان الصفقه دي خصوصا لما اتعملت قلت لك ان الصفقه دي هي مهمه جدا لنادي باريس سان جيرمان في الدفاع عندهم، لان هم ما عندهمش دفاع كويس. عندهم كان بيرالدو فقط لا غير، كيمبيمبي ما كانش بيلعب معاهم بقاله 3 سنين يمكن، فكانت صفقه هايله جدا وكانوا محتاجينها في الدفاع. سبارني النهارده بيشيل كوره من رافينيا من فيران توريس بعد ما مرقص
شافالييه 100% جون، والجون فاضي بياتي بتاكل عالمي عشان يشيل الكوره. وفي الدقيقه 19 ياتي اول هدف لبرشلونه عن طريق فيران توريس من كوره ولا احلى ولا اجمل بصراحه من كده، تمريرتين ثلاثه. وفيران توريس اللي كان مركز النهارده جدا في الماتش، واللي بصراحه هو من بدايه الموسم اون فاير بشكل غير طبيعي. النهارده حتى في اول دقيقتين بتعرف ان هو مركز جدا، لما شافاليه بس هدع على الكوره بضعة لحظات قام جاي عامل تاكل وكان قدامه ثواني وياخد الكوره من شافاليه. لا يبان لك ان من اول دقيقه انا مركز في الماتش جدا، من اول دقيقه ده من اول كام ثانيه حتى تقريبا، وان يبان لك ان هو لا مركز جدا في الماتش النهارده. فيران توريس ماتش برده عالمي بصراحه فيران توريس. وفي الدقيقه 29 من كوره ثابته لاشرف حكيمي حلوه جدا، كان ممكن يجيب منها جون ولكن تصدي تشيزني منها. كرة حلوة جدا في الدقيقة 29 برضو بتكملوا هجمات خطيرة لنادي باريس سان جيرمان. ثم في الدقيقة 38 بيأتي هدف التعادل لنادي باريس سان جيرمان عن طريق مين؟ مايولو، آخر لاعب سجل دوري الأبطال اللي فات لو أنا مش غلطان، يعني يسجل هدف التعادل النهاردة عن طريق مش انطلاقة، عن طريق قطر لنونو مندش، اللاعب برضو اللي قدم ماتش كويس جدا جدا جدا، خصوصا في حتة الهجوم. في حته الدفاع كانت يعني 60-40 ما بينه وما بين لامين يامال، ولكن كوره النهارده هو شوارع، كانت يعني شوارع معلش، ولكن هو اخترع شوارع كويسه جدا عن طريق ايه؟ هو كان في 3 يا جماعه بيجروا في افهام، يعني ال3 وده غير الرباعي الدفاعي، وتمريره ساحره معاها بدعه حظ ان هي تعدي من تحت رجل باو كوبارسي، في ظل انا حسيتها بصراحه غفله شويه من ايريك جارسيا اللي برضه عمل ماتش ومش عايزين نبخس حقه، ولكن انا بقول لك هو ما يشيلش يعني فيها، ولكن كنت شايف ان هو سايب مساحه كبيره جدا ما بينه وما بين كوبارسي، لو كانت قليله شويه كان ممكن يلحق الكوره، ولكن خلاص هو هدف، وايريك جارسيا عمل ماتش برضه هايل جدا. وفي الدقيقة 41 كان ممكن تصبح النتيجة 2-1 لباريس سان جيرمان، ولكن باركولا كان عنده رأي تاني. الكرة اللي كانت سهلة جدا فيس تو فيس مع تشيزني، لو كان حطها ار2 كانت سهلة جدا، ولكن حب ان هو يحطها تشيب باس ولكن ما تجيش معاه وتيجي فوق العارضة، كانت ممكن تبقى هدف تاني، ويعني كانت تبقى قتلة لبرشلونة بصراحة بعد شوط اول برشلونة كان كويس فيه جدا. وكده خلاص خلصنا الشوط الاول اللي بصراحه كان من احلى الاشواط. الشوط الاول لو من حيث الفرص، الشوط الثاني كان قليل يمكن في الفرص شويه، كان فيه فاولات كتير، كان فيه ضياع لعب كتير. تعالى نتكلم بقى في الشوط الثاني. وفي الدقيقه 63 تصدي رائع جدا لاشرف حكيمي مرتين، مره عن طريق عرضيه ومره عن طريق كوره داني اولمو اللي برضو قلنا عليها هدف خلاص بنسبه 100% بعد تصليحه من اشرف حكيمي كانت حلوه جدا لداني اولمو، اللي يعني هو لو معاه في الفريق مش هيعمله بصراحه التصليحه دي، ولكن بيصلح غلطه ان هو بيشيل الكوره من على خط المرمى بعد ما عدت. طبعا كانت من سبارني في الدقيقه 63 برضو تصدي حلو جدا لاشرف حكيمي. وفي الدقيقه 76 بيرد عليه على طول باو كوبارسي لانقاذ بصراحه عالمي، ممكن يكون ناس كتيره ما خدتش بالها منه. الكوره بتاعت جونزالو راموس لما نزل وانا عاملها بكعبه بس ريحها لنفسه سنه عشان يخش يحطها ار2، ولكن باو كوبارسي يحط رجله في الكوره ويشيلها. تصدي ممكن يكون ناس كتيره ما خدتش بالها، ولكن هو كان هدف هيبقى 100%. وفي الدقيقه 83 اللي خلاص هو من ساعه برضو غلط كبير جدا عمله هانز فليك، وهو ان خط النص بتاعك اتعرى تماما بعد طلوع داني اولمو وبيدري، وبنزول بالاخص برنال وكاسادو، الاثنين اللي انا شايفهم ما لعبوش مع بعض قبل كده خالص، 2 شباب لسه طالعين ما عندهمش لسه حميه الماتش، تنزلهم في اخر 10 دقايق كمان، وفي دوري الابطال في ماتش كبير، فطبيعي ان انت تلاقي خط النص عندك راح منك، وان باريس سان جيرمان اتلاك في نص ملعبك وميس باس كتيره جدا من نادي برشلونه، عشان اللي كان جاي يخش يحط لك كوره في العارضه ياكد بيها حماس ان باريس سان جيرمان قادره ان هي تجيب جون في اخر الثواني. كوره جت في العارضه بعد
كوره ار2 حلوه جدا من اللي كان كده. وفي الدقيقه 90 بلس او في الوقت الصغير الضايع الهدف الثاني لجونزالو راموس عن طريق اسيست عالمي لاشرف حكيمي النهارده. المايسترو باريس سان جيرمان بصراحه النهارده قائد، وانت يعني تبقى بصراحه منبهر ان لاعب عربي من عندك يكون بهذه المتعه وبيعني كل حاجه اللي هو بيعمله بصراحه مع باريس سان جيرمان. اسيست حلو جدا، قائد بصراحه مع باريس سان جيرمان، دفاع هايل وهجوم هايل، لاعب من اللعيبه الهايله جدا. وزي ما بقول لك بعد شوارع برضو من برشلونه يعني هانز فليك انا شايف بصراحه ان هو عمل كذا غلطه النهارده. بيدري ان هو يطلع دي حاجه مؤكده 100%، وكان لازم يطلع بصراحه. بيدري اللي ما تعرفش هو طالع باصابه او كان ممكن يطلع باصابه حتى لو كان هدى عليه شويه، وخصوصا كمان بيدري مش قادر. داني اولمو النهارده اللي بيقدم ماتش سيء جدا جدا جدا. ده بقى اللي بكلمك عليه، بقول لك ان فرقه باريس سان جيرمان هي فرقه جاهزه وعندها يمكن الكام لعيبه اللي شفناهم. لكن تتخيل ان مايولو ما تقدرش تقول عنه ان هو لاعب سيء، يمكن اللي جنبه ده هو اللي كان سيء، مبانا ده ولا مش فاكر كان اسمه ايه. ولكن انت لو تيجي تتكلم لو على الدكه عندهم ليه كان جونزالو راموس، اتنين من اللعيبه المهمين جدا، على عكس برشلونه اللي ما عندهاش كان تقريبا اي حد على الدكه غير ليفاندوفسكي. فبس كده ده كنا خلصنا الماتش بتاع النهارده. بصراحه زي ما بقول لك هانز فليك يشيل الماتش، هانز فليك يشيل الماتش ولكن بنسبه 30%. بصراحه الماتش ما كانش فيه اي حاجه اتعمل. طب هل هو كان غلطان في التبديلات؟ لا برضه ما كانش غلطان، ولكن كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن ان هو داني اولمو تريحه معاك على الدكه وتلعب لاعب زي برنال او كاسادو في ماتش زي ده، يا اما كنت تلعب برداجي في مركز الاي ام اف مكان داني اولمو. اللي معلش يعني هتقول لي برداجي، اقول لك ما هو داني اولمو يعني مش كان ليه ميسي في مركز الام اف؟ بصراحه انا ما حسيتش بيه النهارده خالص في مركز الام اف. في كام لاعب برضه عايز بقى اديهم حقهم بصراحه، مايولو عايز اديهم له حقه من اللعيبه الكويسه جدا، باركولا اللاعب الهايل، هكذا امبانا ده ولا مش عارف كان اسمه ايه، امباي اللي كان بيلعب برضه معاهم في الهجوم، لاعب هايل جدا. ولا انا استغربت بصراحه ان هو مش خايف من الماتش وبيلعب عادي جدا وبيروح وبيسدد على المرمى ما عندوش مشكله. ويسبرني برضو زي ما بقول لك اللاعب اللي هايل جدا. دول اللعيبه اللي مش واخدين كانوا هيبقوا حقهم. لو جينا لبرشلونه جيرارد مارتن اللي عمل ماتش بصراحه لا جبار، يمكن من افضل ماتشات بصراحه جيرارد مارتن في تاريخه مع برشلونه. ايريك جارسيا كذا عمل ماتش هايل جدا جدا جدا، تحس ان هو كان قائد في الدفاع بصراحه. هكذا بيدري اللي مش طبيعي يا جماعه، ما شاء الله عليه في خط النص. انيستا على تشافي بصراحه لاعب كان هو مايسترو خط نص، وكان يمكن ده اللي يخلي ان انت كنتش حاسس بلاعب زي اولمو، او اولمو كان وحش معاك انت مش شايفه قوي لان انت في جوهره تانية بتلمع جنبه. انت ده اللي انت واخد بالك منه، مش واخد بالك من الرماد اللي جنبيه بصراحه. راشفورد برضو اللي عمل ماتش هايل، هكذا فيران توريس اللي من اول الموسم عمل ماتشات هايله. ده كان ماتش معانا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ضغط ريت على زر الجرس هنوصل كل مصر الاعلانات بتاعتنا. اكتبوا لنا ايه رايكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم شادي اشرف قناه الكوره في شويه، نشوفكم فيديو جديد، ربكم سعيد، يلا